اهلا بيك في قناه كايرو جاردن، قناه الزراعه المنزليه. لو انت اول مره بتتفرج على قناه كايرو جاردن اشترك في القناه علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده. النهارده هتكلم على موضوع الري، وده موضوع وصلني فيه اسئله كتير جدا. خليكم معايا، وده اخر فيديو محتاج تتفرج عليه علشان تتعلم طريقه الري الصحيحه مع كايرو جاردن. اول حاجه لازم تهتم بيها هي نوع التربه. التربه بتاعتك لو رمل او بيتموس بتحتاج ميه اكتر شويه من لو التربه بتاعتك طامي. التربه الطامي بتبقى تربه تقيله ما بتحتاجش ميه كتير. تاني حاجه مهمه بالنسبه لك هي نوع الزرع. اهم حاجه تتعرف على متطلبات الزرعه بتاعتك ونوعها وبتحتاج ميه قد ايه. نبات زي ده مش بيحتاج ميه كتير، لكن النباتات دي بتحتاج ميه اكتر، فاعرف نوع النبات بتاعك. تالت حاجه ودي اهم حاجه هي امتى اعرف ان الزرعه بتاعتي عطشانه. في علامات. الزرع اللي هو ورقي زي ده كده هتلاقيه دبل، اول ما يبقى دبلان شويه كده وتحط صباعك لنص العقله، يعني الاول العقله الثانيه، لو لقيت التربه جافه ده معناه ان التربه دي محتاجه ميه. لو لغايه نص صباعك والتربه في الاخر طريه يبقى ده خلاص مش محتاجه ميه دلوقتي. يبقى ما نحطش ميه غير لما نحط صباعنا في التربه ونتشك التربه عطشانه ولا لا. حاجه تانية لازم تاخد بالك منها هي نوع الشاليه بتاعتك. لو الشاليه بتاعتك فخار، الفخار بيبخر الميه بسرعه، فده معناه ان هي محتاجه ميه اكتر. طيب لو الشاليه بتاعتك زي دي كده بلاستيك، لو بلاستيك مش محتاجه ميه اكتر لان البلاستيك ما بيبخرش الميه. يبقى قاعده عامه اعرف ازاي ان التربه محتاجه ميه ولا لا، بحط صباعي جوه التربه للعقله الثانيه بتاعته. لو لقيتها طريه ده معناه ان هي مش محتاجه ميه، لو لقيتها ناشفه يبقى محتاج اديلها ميه. دلوقتي بعد ما عرفت كل الحاجات دي تعال اوري لك ازاي تحط ميه للزرع. الزرعه دي كثيفه جدا، اعرف منين ان هي محتاجه ميه؟ بحط برضو صباعي، بدور على حته اقدر ادخل صباعي منها وبشوف دي التربه طريه يبقى دي مش محتاجه ميه. الزرعه دي جافه باين عليها وحطيت صباعي اهو لغايه نص العقله، وزي ما انت شايف مفيش طينه طلعت معايا وحاسس ان هي ناشفه جدا جدا، يبقى دي محتاجه ميه. حاجه مهمه لو انت حاطط الشاليه بتاعتك جوه شاليه تانية للديكور او لاي سبب، ساعات ممكن تلاقي المنظر ده، الجذور بتطلع بره السيس بتاعك. في الحاله دي انت بتقص الجذور دي وبترجع تحط ميه بدون اي مشكله. انا سايبها علشان اوريها لك. دلوقتي انا هقص الجذور دي. طبعا قص الجذور لازم يكون بمقص معقم او انت لسه غسله علشان تبقى متاكد ان انت ما تجيبش اي امراض. وبتقص الجذور كده. ايه اللي هيحصل لما تقص الجذور بالشكل ده؟ ده هيشجع الزرعه ان هي تطلع جذور اكتر. ليه مهم ان احنا نحط ميه كتير؟ بنحط ميه كتير علشان معظم الوقت الجذور بتبقى كلها لفه تحت، فلو انت حطيت حبه ميه قليله بتبقى الميه كلها للجزء اللي فوق. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين الميه توصل للنبات بالكامل. علشان اوري لك الميه بتتحط ازاي هستخدم البلاستيك ده عشان تشوف الميه وهي بتنزل من القصيص. طبعا انت مش محتاج البلاستيك ده ولا اي حاجه خالص، انا بس عامله علشان انت تشوف. ممكن تحط ميه بحاجه زي دي كده، وزي ما انت شايف انا بحط ميه كتير، مش بحط حبه ميه قليله، بستنى لما تنشف تماما وبعدين بحط ميه كتير جدا. شايف الميه بتنزل ازاي؟ انا مش محتاج اعمل المنظر ده كل مره، انا بس محتاج اوري لك ازاي لازم الميه تطلع من فتحات الصرف. ممكن برضو تحط ميه بكوبايه بالشكل ده. اهم حاجه ما تبقاش بخيل، ما دام تقدر تديله حبه ميه كويسين يشرب، ما ينفعش حد يبقى عطشان وتديله نقطه ميه. ده نفس الكلام مع الزرع، بتديله ميه لغايه لما يشبع تماما. شايف اديت له ميه قد ايه؟ تمام. خلاص بعد ما تخلص العمليه دي كده الزرعه بتاعتك شربت ميه. ممكن تسيبها شويه بره القصيص لو انت حاططها في قصيص تاني لغايه لما تنشف، او تحطها في القصيص على طول بالشكل ده. لو انت ما عندكش قصيص الزينه ده حط حاجه تحتها علشان الميه ما تبهدلكش البلكونه او البيت او المكان اللي انت حاطط القصيص فيه. قبل ما اخلص هقول لك على سؤال بيجيلي كتير جدا، وهو هل الرش بالميه على الورق ده يعتبر ري؟ لا، الرش بالميه على الورق لا يعتبر ري.
ده محاكاة للبيئة الطبيعية بتاعتها. بمعنى ايه؟ لو الزرعة دي موجودة في غابة بيبقى فيه مطر طول الوقت او فيه رطوبة او امطار استوائية او ايا كان، فالمية بتيجي على ورق الشجر، ودي حاجة فعلا النبات بيحتاجها، بالذات لو نبات متعود على الغابات. لكن هل ده ري؟ ده مش ري. المية دي مش بتوصل للجذور، الجذور لازم هي اللي تاخد المية. اتمنى الفيديو ده عن الري يكون جاوب على كل اسئلتكم، وانا هعمل فيديو تاني لطريقة ري تانية في سلسلة تعليم الري. اهم حاجة ما تعملش الزرع بتاعك على انه ضيف جايلك في العيد طول الوقت عمال تعرض عليه يشرب مية، تاكل حاجة، تشرب حاجة. اتعامل مع الضيف ده بذكاء، وبرضه اتعامل مع زر سبسكرايب اللي تحت الفيديو ده بذكاء، ودوس على سبسكرايب ودوس على لايك، شير الفيديو مع اصحابك. دي تاني حلقة هتكلم فيها على موضوع ري النباتات او ازاي تسقي الزرع بتاعك. خليكم معانا. في الفيديو ده هتكلم على طريقة ممتازة لو الزرعة بتاعتك صغيرة زي الزرع ده وعايز تديلها مية، بس انت دايما شاكك ومش عارف انا بديلها مية كفاية ولا كتير ولا قليل، ودايما مش متأكد. تعال اقول لك طريقة بقى ممتازة. خلاص انت عملت اللي احنا قلناه في الفيديو الاولاني واتأكدت ان الزرعة دي محتاجة مية. ازاي تسقيها من غير ما تزود المية عليها او تخليها تاخد بالظبط اللي هي محتاجاه؟ اهم حاجة تكون الزرعة بتاعتك صغيرة. الطريقة سهلة جدا. الطريقة هي ان انت تدي مية للزرع عن طريق الجذور. دلوقتي اهو انا حطيت شوية مية في حاجة بلاستيك، او ممكن تملى الحوض بتاعك بالميه. بتجيب بعد كده الزرعه بالشكل ده، ادي القصيص اهو، وبحطه جوه الميه بالشكل ده وبسيبه لمده 10 دقايق. الزرعه بتاخد احتياجاتها من الميه وبتطلع الميه لغايه لما توصل لوش التربه. اول ما وش التربه يكون خلاص طري وفعلا الزرعه خدت احتياجاتها من الميه، بس بطلعها من البلاستيك ده وبحطها تنشف بس الاول شويه، تطلع كل المية الزيادة، وبرجع ارجعها في مكانها. الطريقة دي طريقة ممتازة، ومعظم الوقت الزرع بياخد احتياجاته بس، مش زي واحد طفس هياخد اكتر من احتياجاته. الزرع هيفضل ياخد في المية لغاية لما يشبع والجذور ترتوي. والناس اللي قلقانة من عفن الجذور ده ما بيحصلش في الحالة دي، لان عفن الجذور ده لما التربة تكون تقيلة او تتحط في ميه لمده طويله. احنا بس بنحطه 10 دقايق ولغايه لما احس ان وش التربه بقى طري خلاص بنطلعه من الميه بعد 10 دقايق، بنحطه على ترابيزه في البلكونه في فوق اي حاجه بلاستيك يصفي الميه اللي خدها او الميه الزياده، وبعد كده خلاص بنرجعه لمكانه، وبكده بتكون الزرعه خدت احتياجاتها بالظبط من الميه. جرب الطريقه دي وقول لي ايه رايك فيها، وجرب برضو تدوس على سبسكرايب ولايك وشير الفيديو مع اصحابك اللي بيحبوا الزراعه، واتفرج على فيديوهاتنا القديمه. النهارده زي ما بقول في عنوان الفيديو هكلمكم عن ري الزرع بتاعك في الجو الحر اللي احنا فيه دلوقتي، والري عموما حتى في الاوقات اللي هي مش حر. خليكم معانا واتفرج على الفيديو للاخر. دي مجموعة من الزرع اللي موجودة عندي في قصيص. زي ما انتم شايفين الزرع بتاع القصيص بيختلف على حسب حجم القصيص بتاعك. كل ما بيزيد حجم القصيص بتقل كمية المية اللي بتحطها للزرعة. يعني القصيص الصغير ده بياخد أقل من القصيص الكبير. في 3 حاجات ممكن تعرف بيها لو الزرعة محتاجة مية ولا لأ. رقم 1 هو الوزن. لو الزرعة فيها مية بتبقى أتقل من لو الزرعة ما فيهاش مية، وده بيبقى واضح جدا في التربة الخفيفة زي تربة البيتموس. وبرضو تقدر تعرف من الطينة او من الطمي، بس بان انت تبقى عارف حجمها لما بيبقى فيها مية. بتشيلها بالراحة بتعرف حجمها لما بيبقى فيها مية، ولما بتبقى جافة تماما بتشيلها بتعرف الفرق. دي اول حاجة. تاني حاجة هي التربة نفسها. بتحط صباعك في التربة ولغاية مثلا ربع صباعك، نص صباعك، بتشوف لو التربة فيها لسه مية يبقى مش محتاجة تحط لها اي مية. لو التربة ناشفة تماما لا يبقى كده محتاجة مية. تالت حاجة هي شكل الزرعة نفسها. كتير من انواع الزرع زي الطماطم وزي الخيار وزي نباتات كتيرة قوي لما بتعطش الورق بتاعها بيدبل. فلو عملت الخطوتين اللي قلنا عليهم في الاول ولقيت ان التربه ناشفه وبعدين لقيت الزرع دبلان شويه، مفيش مشكله، لو اديته ميه بيرجع تاني تمام. لكن خلي بالك في اسباب كتيره جدا لذبول النبات غير العطش، فلازم تتاكد من الخطوتين الاولانيين الاول قبل ما تبدا تحط ميه.
خلينا نتكلم ازاي تسقي القصيص بتاعك. زي ما انتم شايفين هنا انا بملى القصيص بتاعي مية، وده بيكون الصبح بدري او وقت المغرب، وده عشان لو حطيت في الشمس والشمس قوية المية كلها هتتبخر. تاني حاجة مهمة قوي لما احط مية، زي ما انتم شايفين احط مية كفاية، بمعنى ان الاخرام اللي تحت في القصيص بتاعك، ولازم يكون في اخرام عشان المية ما تعفنش الجذور، المية تنزل من كل الاخرام اللي عندك. فده معناه ان النبات بتاعك شرب وشبع مية، مش مجرد حطيت مية على وش التربة وخلاص. فده مهم جدا. زي ما انتم شايفين بحط لمدة مثلا دقيقة، 30 ثانية، 20 ثانية، على حسب حجم الزرعة. ودي من وجهة نظري هي أحسن طريقة تحط بيها مية للخضروات. لكن بالنسبة للنباتات الداخلية اللي عندك، غير المية اللي انت بتحطها، ممكن ترش عليها مية زي المونستيرا أو ودن الفيل أو القشطة، الزرعة اللي قدامك دي زرعة داخلية استوائية، فبتحتاج مية عادي جدا ري، وبتحتاج رش على الأوراق. لكن الخضروات عموما ما بتحتاجش رش على الأوراق. فخلي بالك ما تفتكرش ان انت لما بترش على الأوراق بتاعة الطماطم او الخس او كده انت كده اديت لها مية. لا، الجذور لسه ما وصلت لهاش مية، فدي حاجة مهمة جدا ولازم تاخد بالك منها. اتمنى يكون الفيديو كان واضح وبسيط لمعرفة ازاي ان انت تحط مية للزرع بتاعك والمحافظة على زرعك. ولو بتحب الزراعة ومهتم بالنباتات، اشترك في القناة عن طريق زرار سبسكرايب، واعمل لايك وشير للفيديو علشان غيرك يستفاد. وبرضه ممكن تتابعني على انستجرام كايرو جاردن، وعلى تويتر كايرو جاردن، وعلى الفيسبوك كايرو جاردنر. شكرا انك اتفرجت على الفيديو. اكتب لي في التعليقات تحت ايه المشاكل اللي بتواجهك لما بتحط مية للزرع. شكرا، واشوفكم في الحلقة الجاية من كايرو جاردن. مع السلامة.